يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات السلام عليكم ورحمة الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ الأحوال طيبة؟ كنتمنى إن شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا بإذن الرحمن هذا الفيديو. واخا هذا الفيديو يعجبكم ضابب والتصوير ديالو حالته حالة، لأن التصوير في العشية سبحان الله أنا ما كيعجبنيش التصوير في العشية، فعقبلوا وصافي. يعني المهم هو أنكم تسمعوا ونستافدوا إن شاء الله كاملين، وكل واحد عنده نفس التجربة نفس المشكل. إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى يستفد معنا في هذا الفيديو ويخرج إن شاء الله بالاستفادة. المشكل اخواتي هو نتكلم معكم على التجربه ديالي مع القولون العصبي، لان كنت تكلمت معكم في واحد الفيديو وقلت لكم يعني ما تكلمتش على المشاكل والاعراض وبزاف د الحاجات. تكلمت على واحد المكون عفوا كنت كنستعمله وكنت كنجبر عليه ملي كنحس بهاد الاعراض كنجبر عليه، مع العلم انني يعني مده شحال هادي كنت مشيت وقوست وجبرت عندي المصران، عندي القاصيص في المصران. يعني القاصيص في المصران الطبيب ما عاد يمشي عنده ما يقولكش فيك القولون العصبي اصلا. القولون العصبي يعني بزاف ما جبرولوش العلاج، والعلاج ديالو هو انهم كيعطيوك بسطيات عباره على بسطيات فحال الفحم، عاملين بحال الفحم، يعني نفس سبحان الله العظيم نفس الشكل، كحل جاو اصلا اللون ديالهم اسود، وكتشربوا مع الماء كيهدنوا لك كيحيدوا لك الكاسيس فقط، ماشي شي حاجه. فكما قلت لكم اخواتي، يعني انسان كتمشي عند الطبيب هادشي اللي كيعطيك، فكترجع من دارك كتبقى يعني حيره مع راسك، واش انا فيا شي حاجه؟ يعني كيجي الوسواس كيتركب على هادشي هذا، الوسواس كيتركب الاعصاب من قوه انك موسوسه. يعني واش فيك شي حاجه؟ انك تبقى تخيل كتقول لا انا ما فيا شي، يعني ما فيا شي غير الكاسيس في المصل، انا فيا شي حاجه. كيجيك الوسوسه صافي، الانسان هنا كيعطي الطريق ديال الشيطان يدخل انه يبقى يوسوس له، وهنا كيتفاقم الامر وكيرجع لشي حاجه اللي هي لا قدر الله صعيبه بزاف. فالانسان قبل ما يوصل لهاد المواصلات كاملين ينقد راسو ويعالج راسو. ان شاء الله غادي نتكلم معكم الامور اللي عدلتها انا ولا اللي جبرت عليها انا، ونتمنى ان شاء الله تستافدوا بها باذن الرحمن الرحيم. اول حاجه اخواتي، خص يكون عندكم بعد او دائما وابدا اي امر بغينا نعملوها ولا نعالجوا نفسنا او شي حاجه، نتوكلوا على الله سبحانه وتعالى وندعوا الله سبحانه وتعالى هو الشافي المعافي، لان ما عاد يشافينا لا الطبيب سواء، يعني غير سبب، ماشي شي حاجه. مشينا مثلا نعملوا الرقيه ولا شي حاجه، هذاك غير سبب. شرينا الدواء غير سبب. فالمعالج الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. الانسان دائما يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وربي في يده الشفاء باي يعني طريقه يقدر يشافيك الله سبحانه وتعالى. ولو انك دوز غير كاس الماء وتقرا عليها سوره الفاتحه ودينا بالنيه ديالك ان ربي عادي يشافيك عادي يشافيك. فهادشي اللي كاين. حنايا كنبقاو نصعبوا الامر وكنخليو الطريق للشيطان يدخلنا، وكنبقاو نفسدوا الفلوس ديالنا. مشي عند طبيب فلاني، لا هذا ما قاليش، يمشي عند طبيب اخر، هذا ما قاليش، وكتجبر الفلوس ديالك كيمشيو في الخوا الخاوي. انت ما عملتي حتى شي حاجه، ما نقدتي نفسك ما نقدتي راسك، وكتجبر الامر يتفاقم. كتجبر دخلتي حيدتي من الطبيب، دخلتي اتجاه الرقيه الشرعيه واتجاه الزيوت واتجاه عاو مشات لك الفلوس ديالك ولا مشات لك الجهد ديالك، لا صحيا ولا جسديا ولا عقليا. صافي الانسان ما كيبقى له كان لا لوليداتو لا الدار ولا حتى شي حاجه. يعني هنا الانسان خصو يفيق راسو شويه ويقول اي حاجه تسمع عند الله سبحانه وتعالى مرحبا والف مرحبا. حنا في دار ابتلاء وفي دار امتحان، فربي حبيب كيمتحننا وكيبتلينا باي حاجه قدر يصيبنا الله سبحانه وتعالى، فهو امتحان لنا وابتلاء. فالقول العصبي كما قلت لكم بزاف الناس كيعانيوا منه بزاف، يعني اللي تلاقيتيها واللي هضرتي معاها او كندخلوا وسائل التواصل كتجبر كلشي كيعاني من هذا المرض، وكلشي كيعطي التجربه ديالو، كيعطي انه باش تعالج وباش تشافى وباش نقول لكم واحد الحاجه. القول العصبي يعني اذا ما عملتوش هاد الامور هادو ولا مشيتوا على هاد الخطوات هادي، فهو سبحان الله العظيم يعني كيرجع. يعني اذا مشيتو غير لهاد ديك النظام او ديك النمط اللي ماشيين عليه غلط، فهو كيرجع وكيقدر يمشي مثلا اسبوع ويرجع. ولكن اذا مشيتو ان شاء الله باذن الرحمن على الطريقه اللي غادي نقول لكم ان شاء الله دابا، فعتجبروا راسكم انكم تحسنتوا وانه ما عاد يرجعش باذن الله، وانكم ماشيين في واحد الخطوه ولا في واحد المسيره ان شاء الله اللي غتخلي لكم الصحه ديالكم ان شاء الله مزيانه باذن الرحمن. اول حاجه اخواتي، قول العصبي باش كيجي من الاعصاب، كيجي من شي حاجه شي حدث وقعكم في الحياه ديالكم، سواء كما كيقول لك بعض الناس كتمشي كتقول لك الخلعه عندك في المصران او لا، لانه هو من كيجي سبحان الله العظيم كيبقى عندك الدقات في المصران ديالك، كتحس بحال دقه ديال القلب في المصران ديالك. يعني هادو الناس هادو يعني من بين الاعراض. الاعراض ديالو كذلك كيعمل ضيق التنفس.
كيعمل الشهيه ما كتبقاش، يعني الشهيه كتغلق نهائيا، ما كتبقاش الشهيه، كتبغي غير تاكل. كيعمل نحافه، كاين الناس اللي كيضعفوا، كاين الناس اللي كيضعفوا بزاف. انا الحمد لله ما وصلتش لديك المواصله حتى لديك الدرجه هذه. فكما كنقول لكم يعني نقدت راسي ولا عالجت راسي، ويعني العزيمه والقوه والاراده والتوكل على الله، والحمد لله ربي بين لي الطريق الصحيح. ف صافي مشيت بهاد الطريق هادي، هي أنني غادي نعالج راسي بإذن الله براسي وبقدرة الإلهية، ما نحتاج لا لطبيب لا لراقي لا حتى شي حاجة، غنعالج راسي براسي أنا إن شاء الله. مادام عندي الله سبحانه وتعالى وعندنا الله هو الشافي، فما نحتاجوش شي واحد آخر. يعني الحاجة اللي ما كتحتاجش، اللي كتمشي عند الطبيب كتعمل يعني الجهد ديالك، أنك مشيتي جوزتي شفتي ما جبرتيش بقيتي حيرانة كيفاش أنا. هنا الإنسان كيدخل في الدوامة كما قلت لكم ديال الوسوسة، كيبقى ان هو كيوسوس، كيدخل له الشيطان ان فيك وفيك وفيك، كتجبر الانسان ما فيه حتى شي حاجه، مع العلم انه في غير القول العصبي. واخا هو يعني الامراض كيقول لك من الامراض المزمنه، ولكن الانسان اذا مشى على هذه الخطوات ما كاين لا امراض مزمنه ولا حتى شي حاجه باذن الرحمن الرحيم. تقولوا لي دغيا دغيا قلنا فيدنا. اول حاجه اخواتي قطعوا الاكل اللي كيضركم، اللي كتحسوا انكم كليتوه وتنفختكم البطن ديالكم ولا الكرش ديالكم، حسيتوا هذاك الاكل اللي حسيتوا انكم كليتوه. ولان بزاف ملي كتمشي عند الطبيب كيقطع لك تقريبا جميع الاكل، يعني الاكل خصوصا البقوليات، يعني القطنيات، الحاجه اللي فيها المشروبات الغازيه اصلا يعني غير صحيه، ولكن كنشربوها للاسف كنشربوها. وخصوصا يعني في هذا الوقت هذا في هذه الحراره، فالانسان كيشرب اللي كان كيشربه من قوه الحراره. فهادشي اللي كيوقع معايا انا واحد الانسان اللي ما كنقولش مثلا انا صحتي هي الاولى ولا لا اي حاجه جات، ولكن ملي كيتزاد عليا الحال اولا كنحس براسي انا في واحد الدوامه، عاد كنقول يا ليت ويا ليت. فالانسان يقول يا ليت قبل ما يوقع في هذا المشكل هذا. المهم الانسان ما يوقع في هذا المشكل هذا، هو انك عاد ابتعد الاكل اللي كتحس براسو انه كيضايقك، عاد تنظم الوقت ديالك د النوم، انك يعني هاد الساعه غنعس فيها وهاد الساعه غادي نوض فيها، غادي تنظم الوقت ديال النوم ديالك. لان بزاف الناس كيقول لك حتى من الاعراض ديالو انه قله النوم، يعني ما كيعمل لهم الارهاق، ما كيخليهمش ينعسوا، كتجبر النعاس ديالهم مرون في الصباح. ملي كينوضوا لحمهم او الجسم ديالهم كامل كيحرقهم، او مدقدق كانهم يعني بايتين كيجري ولا بايتين سبحان الله العظيم شي واحد كيضربهم. فهادو من بين الاعراض ديالهم كذلك. فالانسان كما قلت لكم ينظم النوم ديالو، ينظم الاكل ديالو، يجعل الاكل ديالو صحي، يعني يحاول ما امكن. انا ما يمكنليش نقول لكم قطعوا الاكل، ولا حيت انا بيدي ما قدرتش نقطع الاكل كامل اولا الماكله اللي عندي قطعه كامله قطعت النص وخليت النص. يعني الحاجه اللي كضرني كنحس بها انها كضرني قللت منها، ماشي قطعتها ولكن قللت منها. بحال المشروبات الغازيه، يعني ما كنشرب المشروبات الغازيه، يعني نهار هذاك النهار نفس النهار كنحس بهاد الاعراض، وكنحس الاعراض يعني رجعوا لي. علاش؟ لان المشروبات الغازيه يعني قاتله للقولون العصبي، يعني شي حاجه اللي خطيره بزاف. فنحاولوا ما امكن اننا نبعدوا عليهم، ولو اننا يعني قليل الانسان اللي زعما عنده واحد العزيمه انه يبعد، ولكن باذن الله اذا يعني صحتك هي الاولى فضروري عاد بعد منه. ثالث حاجة أخواتي وأهم حاجة هو أنكم يعني تلعبوا الرياضة. فالرياضة مهمة 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 بزاف بزاف بزاف. يعني أنا اللي اكتشفت مؤخرا، يعني واخا كنت كنعمل هاد العلاجات كامل أنني كنقلل يعني من الأكل الغير الصحي، وكنحيد من المشروبات الغازية، وكنحاول أن ما أمكن أنني ننعس، يعني نعوض الوقت النوم ديالي ونوض بكري. كنحاول ما أمكن ما نتعصبش بزاف، لأن من الأعصاب حتى هما كيخرجوا على القولون العصبي، لأنه ما كيقول لك القولون العصبي يعني كيجي حتى من الأعصاب. فنحاول ما امكن انني الموضوع اللي غيعصبني ولا المكان اللي غادي نمشي له غنتعصب ما نمشيلوش. يعني الحاجه اللي عاد برزتني هكذا مع وليداتي في الدار، وهذا كنحاول ما امكن نميك على هذيك الحاجه، نعمل راسي ما تشفتهاش، شي حاجه تهرست نعمل نفسي ما تشفتهاش تهرست. فاحنا كنعرفوا بان الحاجه اللي وقعت غير بسيطه فكنتعصبوا عليها. نسال الله سبحانه وتعالى الثبات. وكما قلت لكم الرياضه وشرب الماء، يعني الرياضه شي حاجه اللي مهمه اخواتي، لان الرياضه هي اللي كتساعد القولون العصبي، ما
كتخليه شي يعني مضطرب اولا مزير اولا يعني بحال اللي كترخيه وكترخي لك حتى الجسد ديالك. ملي كتعمل الرياضه اولا كتمارس الرياضه هذاك النهار كتحس بحال الله بواحد الاسترخاء وبواحد الراحه نفسيه. واخا في البيت ديالكم ماشي ضروري انكم تمشيو وتسجلوا في النادي ولا شي حاجه. انا هادشي اللي كنقول لكم غير في البيت ديالي كنعملو والحمد لله ولله الحمد. جبرت واحد الراحه نفسيه، جبرت واحد الهدوء، واحد الاسترخاء. وسبحان الله واخا داك الشيء كيعصبني كيجوز قدامي كيعصبني مثلا وليدات كيبغيو يعملوا شي حاجه اللي كتعصبني نتوما كتعرفوا يعني ضروري الانسان ما يتعصب لان حنا بشر. ولكن في نفس الوقت بحال ملي كتعمل الرياضه كتحس واخا ما هذاك الشيء اللي كيبان لك انت قبل كان كيعصبك كيبان لك كيضحكك. لان شوف سبحان الله العظيم الانسان كيكون مضطرب ومضغوط كيفاش يعني مضغوط على نفسه كيفاش اي حاجه كتجي كتاثر فيه الرياضه من بين الحاجات اللي هي كترخي الانسان وكتخلى انه كيحس بواحد الطمانينه وبواحد الراحه وبواحد الاسترخاء. وكذلك اخواتي العبادات ديالكم يعني ما نوصيكمش عليها طبعا، هي هذيك اهم، هذيك هي التاج، هذيك هي الحاجه الوحيده اللي خصها تكون في القمه ديالنا اولا هي اللي كتساعدنا على بزاف الحاجات. وربي حبيب كيحفظنا بزاف الحاجات ملي كنكونوا مداومين على العبادات ديالنا، على الصلاه ديالنا، على قراءه الورد ديالنا من القران، على الذكر ديالنا، على المحافظه على الاذكار الصباح والمساء. ونسال الله سبحانه وتعالى الشفاء، ونسال الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم اخواتي نسال الله سبحانه وتعالى الشفاء للجميع والثبات ان شاء الله. فكذلك المشروبات اللي يعني كنداوم عليهم من كنحس بالحاله اولا بشي حاجه يعني ملي كنكون مزيره اكثر اولا كليت شي حاجه ماشي هي هذيك يعني كنمشي كنجري لهاد المشروبات هادو منهم يعني ما كيخطاونيش من الدار. كنت شاركتهم حتى هما معكم في الفيديو، حبه حلاوه والنافع. ماشي ضروري انكم تخلطوهم، اي مكون كان عندكم واخا تعملوه بوحديته بجوج بيهم او ثلاثه. الحلبه كذلك كنت تكلمتكم على الحلبه وشنو المشكل ديال الحلبه ديالي انا علاش وقفتها. يعني كتزيد في الوزن وكتعطيني الشهيه، يعني كتفتح لي الشهيه بزاف وكتزيدني في الوزن فوقفت. يعني مكان لان من كيجوني هاد الاعراض ضروري خصك تداوم عليها باش هاد الاعراض كيحيدوا وكي يعني كيقلوا ما كيبقاوش كما كانوا في الاول. يعني من كيجي كذا كل شي حاجه فضروري الانسان غادي يتزير عايجوه اولا تعصبتي فضروري غتجوز واحد 3 ايام ولا هذا وانت بهذاك داك الاحساس اللي هو خايب ما تمنى حتى شي واحد. فنسال الله سبحانه وتعالى الشفاء. كما قلت لكم الانسان قبل ما ينعس يعمل يعني يعمل هاد المشروبات هادو سواء كانت عندكم مانصانيه او البابونج. حتى هي مزيانه بزاف كتهدن. كذلك انا اللي كنشرب بزاف يعني اللي مداوم عليها بزاف هي النافع البلدي وحبه حلاوه، هادو ما بزاف كنداوم عليهم وكنشربهم خصوصا كما كنحس براسي كما قلت لكم هكذا مضطربه نفسيا اولا تعصبت اولا كليت شي حاجه ما جاتش معايا اولا شي حاجه اولا طال لي النعاس مثلا في الليل ولا كنوض كنشرب كتحس براسك يعني كتهدن. وفي نفس الوقت يعني كيعطيك واحد الراحه وكيعطيك واحد الهدوء وحتى ديك الحرق اللي كيكون في البطن ديالك ما كيبقاش اولا في يعني في القولون العصبي ما كيبقاش. كتحس القولون العصبي ديالك يعني من ديك التشنج اللي فيه وديك الاعصاب اولا ديك الضغط اللي فيه سبحان الله كيترخى. واهم حاجه اللي غادي نقول لكم نوصيكم عليها واللي كما قلت لكم جربتها مؤخرا لان انا الرياضه اصلا كنت يعني مسجله في النادي وما بقيتش فرجعت كنت مسجله يعني في النادي قبل ما يجوني هاد الاعراض وقبل ما نعاني من هاد القولون العصبي يعني دخلت على مشكل. فاللي عم بغي نقول لكم اخواتي هو الرياضه يعني هذه مؤخرا يعني جربتها الحمد لله وجبرت عليها بزاف فقلت ننصحكم بها.